خليني قبل ما ادخل في موضوع النهارده هقولك على حاجه مهمه. قبل ما اقولك اي حاجه لازم تكون عارف ان الشخص الوحيد اللي هيقف جنبك هو انت. الشخص الوحيد اللي هيساعدك انك توصل للشكل الجسم اللي انت عاوزه هو انت. الشخص الوحيد اللي هيساعدك انك تنمي علاقتك مع ربنا سبحانه وتعالى وانك توصل لحته احسن روحيا هو انت. الشخص الوحيد اللي هيساعدك انك تتعلم مهاره معينه علشان تطلع منها فلوس هو انت. الشخص الوحيد اللي هيساعدك انك ترتب حياتك وتنظم يومك هو انت. الشخص الوحيد اللي عاوز يطمح لأهداف ويروح أماكن مختلفة ويقعد مع ناس مختلفة هو انت. انت الوحيد اللي هتعرف تساعد نفسك انك توصل لكل الحاجات اللي انت عاوزها. فعلشان كده لازم تركز كويس جدا في الحاجات اللي انا اقولها لك دي، لان هي هتساعدك بشكل انت مش هتتخيله. خلينا نخش في الموضوع. لو جيت بصيت لحياتك هتلاقي ان هي مكونة من كذا جانب، لما بيتجمعوا مع بعض بيكونوا بعض وبيكونوا حاجة واحدة. الجوانب دي وهي الجانب الاول وهو الجانب الجسدي وشكل جسمك ولياقتك ونفسك. والكلام ده مش شرط ان احنا نعمله علشان فعلا يكون شكلنا حلو، هو جزء من الحاجات دي ان احنا عاوزين شكلنا يكون حلو علشان نتعامل مع ناس في مستوى احسن وناس ارقى وعلاقات افضل وتكون صحية اكتر. ولكن اللي انا عاوزك تعرفه عن موضوع الرياضة واللي محدش عاوزك تعرفه انك كل ما تبذل مجهود اكبر في الحاجة، كل ما تعمل مجهود بدني قوي جدا، كل ما بقيت الحاجات السهلة هتكون سهلة بالنسبة لك. يعني لو دلوقتي رحت الجيم واتمرنت تمرينة مميتة، اتمرنت كارديو وجريت على التريدميل واتمرنت حديد وظبطت الدنيا وجيت هنا خدت دش ساقع، انا اوعدك انك هتقعد هنا على اللاب انت حرفيا هتحرق الشغل. ليه؟ لان انت بذلت مجهود كبير جدا جدا، فبالنسبه لك المجهود ده حاجه صغيره. بالظبط طبق الكونسبت ده على كل حاجه. لازم يكون في عندك حاجه صعبه جدا بتعملها في حياتك علشان بقيه الحاجات تكون بالنسبه لها اسهل بكتير، فيكون من السهل عليك انك تعملها. علشان كده الجانب الجسدي هو جانب مهم في كل حاجه. هيحسن شكلك في اللبس، كمان هيحسن اللياقة الذهنية والبدنية ليك، وهيحسن نفسك وهيطور من عمرك البيولوجي. علشان كده انا عاوزك لما حد يجي يقولك الرياضة مش حلوة، الشخص ده انا مش عايزك تتعامل معاه تاني او تكلمه في الحتة دي خالص. يعني يا ريت انك ما تتعاملش مع الاشخاص اللي يكون شايفين في عقلهم ان الرياضه حاجه مش مهمه، حاجه مش ضروريه، يعني عادي ممكن اعمل ممكن ما اعملش. حرفيا انت حياتك هتبقى صعبه وهتكون شخص متحكم فيه في كل حاجه. الجانب التاني اللي عاوز اتكلم عليه وهو الجانب الروحاني. الجانب الروحاني هو الجانب المسؤول عن حياتك كلها، هو المسؤول عن انك لما تتمرن فعلا تتمرن صح وفعلا تطلع بنتيجه، انك لما تقعد تذاكر فعلا تذاكر صح وفعلا تطلع بنتيجه، انك لما تقعد تشتغل او تتعلم اسكلايه معينه فعلا تذاكرها وتطلع بنتيجه وما تضيعش اي وقت. فهي فعلا اللي بتخلي عندك اليقين من جواك ان الحاجه اللي انت بتعملها دي ربنا سبحانه وتعالى شايفك. فحتى لو الحاجه اللي انت بتعملها ما مشيتش قوي او حصل حاجه او عطلت لسبب ما، فانت لازم هتكون عارف ان الحاجه دي وقفت او عطلت او اي حاجه حصلت فيها، وده بسبب ان ربنا سبحانه وتعالى عاوز ده علشان اشوف طريق تاني او اغير الطريق اللي انا ماشي فيه، علشان اشوف فعلا الطريق الانسب والاحسن اللي ربنا سبحانه وتعالى اختاره ليا. ودايما اختيارات ربنا سبحانه وتعالى بتكون هي احسن اختيارات. الجانب الثالث اللي انا عاوز اكلمك فيه هو جانب المهارات وجانب المذاكره. خليني اقول لك ان مهارات كتير جدا جدا موجوده في العالم، اي حد في اي مكان ممكن يتعلمها. انت كل اللي انت محتاجه هو لابتوبك ووصلة نت وزياده سماعه علشان تعزل نفسك. ولكن اللي انا عاوزك تعرفه ان مهارات كتير جدا جدا موجوده ومستنياك ان انت تتعلمها. هتلاقي كتير جدا من الناس بيقولك العمل الاونلاين ده نصب، اللي مش عارف ايه اللي مش عارف، كل الكلام ده هبل. مهارات كتير جدا جدا ممكن تتعلمها وتعرف تبيعها. اهم حاجه تعرف توصل للكلاينت صح وتعرف تعمل اوت ريتش صح. فانت لو اتعلمت مهاره ومفيش كلاينت فبيساوي صفر. فانت لازم تعرف ازاي تتعلم المهاره. رقم 2 ازاي تعرف تجيب العميل فعلا، ازاي ايه هي طرق الاوت ريتشنج. انا عاوزك تاخد الكلمه دي وبعد ما تتعلم اي مهاره يعني تبحث عنها علشان تعرف معنى كلمه اوت ريتشنج، وازاي فعلا تعرف توصل للكلاينت اللي هيكون محتاج الخدمه اللي انت اتعلمتها. خليني اقول لك ان خدمه من غير كلاينت بيساوي صفر. فانت لازم تركز كويس جدا في الحته دي.
الجانب الرابع بقى اللي انا عاوز اكلمك فيه وهو جانب العقل. جانب العقل مش شرط ان احنا نكون بنغذي عقلنا بالموارد بتاعتنا او بالكتب التعليمية او بالكتب اللي احنا بناخدها في الجامعات او المدارس. في كتب كتير جدا جدا ليها علاقة ان هي تنظم لك حياتك. انت لو بتفكر ان انت عارف كل حاجة، لو بتفكر ان انت عارف ازاي تنظم حياتك، عارف تدير حياتك، حاسس ان انت تمام كده، فخليني اقولك ان انت فايتك كتير جدا. في كتب كتير جدا تقدر ان هي تغير من حياتك 180 درجة، وده بس بسبب حاجات صغيرة انت ممكن تعملها كل يوم. ليها القدرة ان هي تخليك تنظم حياتك وتقسم كل المهام بتاعتك لحاجات صغيرة تقدر تعملها على مدار اليوم. من احسن الكتب اللي انا كنت بقرأ فيها هما كتابين هيساعدوك كويس جدا جدا ان انت تطور وتحسن وتغير في شكل حياتك. الكتابين دول هما العادات الذرية وكتاب عمل عميق. الكتابين دول من احسن الكتب اللي انا قرأتهم بصراحة، لان اول حاجة كتاب العادات الذرية هيقولك ازاي فعلا تبني عادات قوية وان هي تساعدك ان انت توصل للاهداف بتاعتك على مدى زمني بعيد، وازاي العادات بتتكون وكل حاجة ليها علاقة بالعادة، وانك ازاي فعلا تبني عادات او تبني سيستم او تبني نظام هو اللي يوصلك فعلا للحاجة اللي انت عاوزها. والكتاب التاني هو كتاب عمل عميق. كتاب عمل عميق هو من احسن الكتب اللي هتساعدك ان انت بعد ما حددت العادات بتاعتك وبعد ما عملت كل الكلام ده هتعرف بقى ازاي تطبق العادات بتاعتك في عمل عميق. علشان كده انا بحس ان الكتابين دول كتابين مكملين لبعض، يعني هما ما ينفعش تقرا واحد والتاني لا، اقرا الاثنين مع بعض، لان انت بعد ما تقراهم حرفيا انت في حاجه في مخك كده، في زرار هيشتغل. هو انا كنت ازاي ما قراتش الكتب دي؟ ودي كانت الاربع نقط اللي انا كنت عاوز اكلمك فيها علشان فعلا تغير وتحسن في شكل حياتك. انا دلوقتي هقعد اذاكر وبعد كده اجهز حاجتي علشان اروح الجيم. طبعا النهارده عندنا تشيست وباي، فعايزين نظبط بقى التمرينه دي، نظبطها ظبطه محترمه. انا حاسس ان انا بدات ارجع للجيم تاني، فمش عايزين نضيع الدنيا ان شاء الله. طلعت